خل التفاح واحد من أقدم وأقوى العلاجات الطبيعية اللي عرفها الإنسان. من زمان كانوا الناس يستعملوه لتنقية الجسم، علاج البشرة وتخفيف الوزن، واليوم رجع بقوة لأنه فعلا عنده فوائد كثيرة إذا استعملناه بالطريقة الصحيحة. خل التفاح طبيعي فيه فيتامينات، معادن وإنزيمات تساعد على الهضم وتقوي المناعة، كي يعاون كذلك على تنظيم مستوى السكر في الدم، وكي يخفف الانتفاخ والتخمة بعد الأكل. وبالنسبة للي باغي ينقص في الوزن، شرب ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كأس ماء قبل الوجبة يمكن يساعد في حرق الدهون وتنظيم الشهية، ولكن ضروري يكون مخفف بالماء باش ما يأثرش على المعدة أو الأسنان. أما للبشرة فهو معجزة، يساعد على تصفية الوجه، تقليل الحبوب وتوازن زيوت البشرة، ولكن دائما مخفف وما يوضعش على البشرة الحساسة. هاد النقية ديال التفاح، القشور ديالها كلها تناخدوها تنعملوها في قنينة، تنكون ديجا مغطيها بألمنيوم والسلوفان باش تكون غامقة، يعني الضو ما تيخترقهاش. وتنحتاجو كمية من السنيدة، السكر، حبيبات. هذا الدور ديالو تخمير ولا تفاعل اللي تيكون باش تيتكون الخل ديال التفاح، تيتكون بسرعة، تيتكون فعالية، ما تيكونش الحلاوة من بعد ما تيتكون الخل، ما تتكونش الحلاوة نهائيا، لأن هذه تتعمل على تخمر المادة ديال التفاح. تابعوا معايا، غنديروها في قنينة هي هذه، هي راه زجاجية. غنوضعو عليها، نغطيوها بالماء، وتنوضعو نضيفو هاد الكمية ديال، بحال مثلا هادي فيها يطرو، ضفت هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال السنيدة. الدنيا ولات كلها سنيدة، معليش. غنحركو هانتوما، تشوفوا التفاعل ديال التخمير. غنغطيو عليه فيما كلينا ولا نقينا التفاح، غنوضعوه هنايا في هاد القرعة هادي. ما غنزيدو لا سكر، ما غنزيدو لا ما لا والو، لأن التفاح اللي عملنا قبل أو التنقية ديال التفاح بعد المدة الزمنية تيولي ضمور، يعني تترقاق، ما تتبقاش فوليوم، ما تتبقاش عندها كمية. فواخا تزيدو التنقية اللي غتجي من بعد ما تيوقع والو. بان ليكم بلا خاص الماء، زيدوا الماء ماشي مشكل. هاد القضية هادي تتبقى فوق من 40 يوم. تنحيدو هاد الغطاية هادي وتنديرو زيف، تنسكوتشيوه ولا تنعملو شي حاجة باش نزيرو هنا، شي حزام ولا شي حاجة، شي لاستيك. صافي تنخلوه مدة ديال 20 يوم ولا أكثر باش ما تخمر، باش ما تيكون حسن.
وعاد نصفيوه وغنوريكم النتيجة ان شاء الله. هاد الخل هذا راه بيو، راه ناتوريل، مزيان بزاف للبشرة للشعر للسنان، مزيان اللثة ديال السنان ماشي السنان عفوا، مزيان للناس اللي بغاو التنحيف، مزيان للصحة بصفة عامة، مزيان للشلايض، مزيان هاد الخل هذا. بقاو معايا باش نكملو الفيديو.